مصر 2006. مشوار المنتخب المصري في بطولة 2006 لتحقيق اللقب. الجيل الذي حقق البطولات كلها وكسر الأرقام القياسية، الجيل الذهبي. يلا بينا علشان ندخل قصة من رعب كرة القدم. جهز كوباية الشاي وتعال. سنة 2000 و2002 المنتخب الكاميروني بيحقق الأمم الإفريقية مرتين ورا بعض بقيادة صامويل إيتو، عشان يبقى المنتخب الكاميروني معاه 4 بطولات متساوية مع المنتخب الغيني والمنتخب المصري. فتبدأ تقرر جمهورية مصر العربية استضافة البطولة لتحقيق اللقب بعد غيابه منذ 8 سنين، علشان المصريين يقدروا يحققوا اللقب الخامس، علشان يقع منتخبنا مع مجموعة الحرب المغرب وليبيا والساحل العالم. يلا بينا نرجع بالذاكرة لورا. منتخبنا في 2006 فشل انه يصعد في كأس العالم بسبب المنتخب الايفواري، والمنتخب الايفواري معانا في المجموعات. مش بقول لكم حرب. وتبدأ البطولة ونفتتح البطولة مع ليبيا حبيبتنا، وندي ليبيا 3-0 بالتلاتة يا حبيبي بالتلاتة. واللي بيسجلوا الأهداف أبو تريكة وميدو وأحمد حسن، عشان نروح نلاقي المنتخب الإيفواري كسبان المغرب. في الجولة التانية نتعادل مع المغرب والكوتوفوار تكسب ليبيا. وجينا الماتش مصر والكوتوفوار اللي هيحدد مين اللي متصدر المجموعة، وربنا يكرمنا ونجيب هدف التالت لعماد متعب ونخلص المباراة.